الجزء الثاني من Let Them Theory. المرة اللي فاتت اتكلمنا على theory لميل روبنز. الحلقة اتشافت أكتر من 1,100,000 مرة، فحسيت ان انا محتاجة ألخصها وأتكلم عن كل اللي اتعلمته من الحلقة دي. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أول طريقة نأبلاي بيها الثيوري دي في حياتنا، وهي الديتاتشمنت. لو ما شفتوش الحلقة شوفوها عشان هتساعدكم كتير تفهموا يعني ايه let them theory. وباختصار فكرة let them theory هي طريقة بتخلينا عايشين في ستريس أقل، وتخلينا نمنتين علاقاتنا بشكل أحسن، ويبدأ يتخلص من الاكسبكتيشنز العالية بتاعته أو الرغبة في السيطرة طول الوقت على الأمور وعلى الناس اللي حواليه. تعالوا نبدأ نتكلم. تاني حاجة هنتكلم عنها بعد الديتاتشمنت هي إنك تتخلص من رغبتك في إنقاذ اللي حواليك. إنقاذ اللي حواليك بأي شكل، بشكل مادي، بشكل نفسي. يعني لو في واحد قريبك صاحبك أو أخوك متعود يستلف منك فلوس وما يرجعهاش، فأنت لما بتقف جنبه كل مرة بتساعده ان يفضل عنده مشكلة في الفلوس، ولو هو مش ملتزم فانت بتساعده يفضل مش ملتزم، لو هو متواكل فانت مكمل مساعدته في انه يفضل متواكل. ليه تلدم؟ ليه تسيبهم؟ لو في حد هيفشل او هيحصل له مشكلة بسبب قلة الفلوس او بسبب الفلوس اللي استلفها او كذا، ليه تسيبهم في الموقف ده؟ لانك طول ما انت بتنقذه انت كده بتمنعه انه يتعلم او انه يحل مشكلته مع الفلوس، او انه يحل مشكلة عدم التزامه، انه يتولى زمام امور حياته، او انه يبقى مسؤول عن حياته. مساعدتك ليه طول الوقت وانقاذك ليه بيمنعه من ان هو يعمل ده. انقاذ الناس من مشاكلهم المتكررة مش مسؤوليتك، وكون ان انت طول الوقت بتحاول تنقذهم فانت كده بتمنعهم من حقهم ان هم يتعلموا او يتطوروا، وبتساعدهم يفضل عندهم نفس المشكلة، وكمان هيبدأوا يكونوا متواكلين اكتر ومعتمدين عليك اكتر في حل مشاكلهم. والمشكلة دي هتفضل موجودة معاك أو مع غيرك. عارف اللحظة اللي تقرر فيها إنك تاخد ستيب باك وتسيب الشخص العزيز عليك ده إنه يفشل أو يحصل له مشكلة أو يقع في حاجة مش عارف يتصرف فيها؟ في اللحظة دي انت بتديله فرصة إنه يتعلم يحل مشكلته، إنه يتعلم إنه حياته دي محدش هيظبطها غيره. حتى انك تقرر تسيب الشخص ده يخسر الحاجة اللي هو ما كانش عارف قيمتها، لان جريك ورا شخص عشان تحلله مشاكله، عشان تقوله قيمة الحاجة اللي هو مش عارف قيمتها، عشان تنبهه ان حياته بتخرب وهو مش منتبه، ده ما بيساعدهوش خالص. عايزة اقول لكم جملة ميل قالتها وكانت قوية جدا: كل ما بتحاول تحمي الناس من مواجهة غلطاتهم أو مسؤولياتهم فأنت بتسرق منهم فرصة إن هم ينمو أو يتطوروا في حياتهم. في كل مرة بتنط عشان تحللهم مشاكلهم فأنت بتديهم فرصة إنهم يكونوا أضعف وأكتر تواكل واعتمادية عليك. مش معنى كلامي ده إن إحنا نبطل نساعد الناس اللي بنحبها أو الناس المهمين في حياتنا أو الناس اللي محتاجين مساعدتنا فعلا، لكن أنا أقصد إنك تساعد اللي بيحاول اوريدي وحد ماشي في طريقه وبياخد بالأسباب وبيعمل حاجات كتير عشان يوصل للي هو عايز يحققه. مال كانت بتحكي إن في مدرسة ابنها كانوا بينبهوا عليهم إنه لو ابنهم نسي إزازة المية بتاعته أو اللانش بوكس إنهم ما يودوهالوش المدرسة، لأن هما كده بيربوا عند الولد فكرة إن طول الوقت لما أنسى أو أغلط أو أعك في حياتي في حد ورايا بيلم اللي أنا بعكه. في مناطق في المخ ما بتنشطش وتشتغل إلا لما أنت بتواجه التجربة بنفسك. لما المخ بيبدأ يعرف إن أنت في محنة أو في مشكلة بيبدأ يبروسس ويشتغل بشكل مختلف عشان يتفادى الغلطات دي. لكن لو انت طول الوقت عمال تصلح لولادك وعمال تصلح لاخواتك وعمال تصلح وتنقذ الناس اللي حواليك، فانت مش مخليهم يستمتعوا برحلتهم ولا مخليهم يجربوا ولا مخليهم يتعلموا اي شيء اصلا. لو شايف ان في حد في حياتك مش ماسك فيك كفاية ومش متمسك فيك كفاية ومش كين ان هو يخلي علاقتكم تقرب وتتطور، مش حريص ان هو لما يغلط يعتذر او يحل الخلافات اللي بينكو، او شايف ان العلاقة دي الحاجات فيها مش رايحة جاية، فاوعى تجري وراه، لان انت عمرك ما هتخليه يشوف قيمتك بجريك وراه. بالعكس، لو قيمتك في عينه قد كده
هي هتفضل تصغر وتصغر بجريك وراه اكتر والحاحك واثباتك ليه انك كويس وانك اصيل وانك كذا. let them. لو حد مش عارف قيمتك سيبه. لو حد اتغير معاك او بدأ يبين حقيقته او يبين شخصيته الحقيقية معاك سيبه. هي قالت جملة عجبتني قوي هقراها لكم: let them be who they are, let them be who they are not. يعني لو انا كنت مبين لك حاجة في الاول وبدأت ابين شخصيتي الحقيقية بعد كده let them. لما حد يبين لك حقيقته سيبه يبينها لك، ما تتضايقش منه وتقعد تقول له هو انت بقيت كده ليه. هو ما بقاش كده، هو اصلا كده وبدأ يبين لك حقيقته. تالت way في let them theory هو انك تسأل نفسك هو انت بتحب الناس اللي في حياتك بحقيقتهم، ولا انت بتحب الصورة اللي في خيالك اللي انت عايزها وراسمها ليهم؟ انت قابل الشخص زي ما هو ولا طول الوقت ضاغط عليه عشان يميت الاكسبكتيشنز بتاعتك عن الشخص اللي في خيالك؟ لو انت في ديت مع حد دلوقتي، انت بتنزل الديت ده مع الحد زي ما هو، قابل شخصيته، قابل طباعه، عيوبه، حسناته، ولا انت في ديت مع البوتنشلز اللي انت حاططها في بالك، توقعات اللي انت راسمها؟ بتدي للناس الحرية ان هم يكونوا نفسهم وهم معاك. عارفين المثل الشهير بتاع الشخص اللي بيروح يحب ويرتبط بواحدة مش محجبة وبعدين يفضل يتخانق معاها عشان تتحجب؟ هي دي الفكرة. انت دلوقتي مع مين؟ مع الصورة اللي في خيالك ولا مع حقيقة الشخص اللي معاك فعلا؟ انت راضي بالشخص اللي معاك ولا طول الوقت عايز تغير فيه؟ لو حد متواكل عليك وفي كل مصيبة بيستناك تنقذه من المصيبة، سيبه يقع في المصيبة عشان يتعلم ويمسك زمام أمور حياته. لو جوزك بيقضي وقت مع أصحابه والوقت ده بيخليه راجع البيت مبسوط، ما تحسيش بغيرة وتتهزي لما يكون بيقضي وقت مع أصحابه. اتخلصي من فكرة السيطرة والرغبة في انك تسيطري عليه وتسيطري على الوقت اللي بيقضيه مع صحابه عشان خايفة انه يتبسط معاهم. انبساطه معاهم مش هيأثر على علاقتكم بحاجة وحشة، بالعكس هو ممكن يرجع مبسوط فيحس ان هو عمل حاجة نفسه فيها، يسيب امباكت في حياتكم احلى. ما تكرروش انكم تحموا ولادكم طول الوقت من انهم يغلطوا او يجربوا وتبقى طول الوقت واقف لهم عايز تحميهم من كل حاجة، لانك بالطريقة دي بتخليهم ضعفاء ومتواكلين وبتمنعهم ان هم ينموا ويتطوروا في حياتهم وشخصياتهم تكتسب صفات كتير عمرها ما هتيجي الا بالتجارب. فيديو النهاردة خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك، ولو حسيتوا ان في حد محتاج يسمع الكلام ده وهيفرق معاه يا ريت تعملوا شير للفيديو معاه. لو ما اشتركتوش في الشانل وعجبكم المحتوى اعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا فيديوز اكتر. ولو تحبوا تحجزوا معايا سيشن اونلاين هسيب لكم الارقام اللي تقدروا تحجزوا عليها على واتساب. اشوفكم الفيديو اللي جاي.